السلام عليكم يا الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. العيد راهو على الابواب، وصح كاين اللحم والمشاوي، بصح سنيوة العيد بلا حلوة الطابع التقليدية ما تسماش سنيوة. اليوم رجعت لكم الوصفة الأصلية مشقة ومنفخة كما يحب الخاطر، بنة زمان اللي ما تتبدلش. وراح نشارك معاكم المكون السري اللي يخليها تجي طالعة ومشقة كما راكم تشوفوا فيها في الصورة. وزيد طرية من الفوق. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير وخطوات التحضير خطوة بخطوة. راح ندو كيلة سكر عادي تاعنا، انا عبرت بهذه الكيلة تاع الزبدة، وانتي حرة في اختيار الكيلة اللي تستعمليها. كيلة بيض، الكيلة تاعي قامت لي فيها 6 حبات بيض، كل وحده وكيف الكيلة تاعها. انا تاعي دات لي 6 حبات بيض. وفي حلوة الطابع لازم نستعملوا اليد، ما نستعملوش الباتير ولا اي حاجه ولا العجانه، ولا نستعملوا اليد. لازمنا اليد، السر تاعها من بين اسرارها اليد، انك تستعملي الكف تاع يدك، صبيعاتك وكف يدك. انا دات لي 6 حبات بيض. نحطوها في قصعه هكا باش يسهل لنا الخلط. نخلطو مليح مليح حتى وين يذوب السكر، وديري لنا ديك الرغوه كي يذوب السكر نهائي، دير الرغوه هذيك باش تعرفيها باللي السكر ذاب لك كامل. وتخلط مليح، لازم يتمزجوا مع بعض. صدقيني اذا تبعتي كل الخطوات اللي موجوده في هذا الفيديو راح تنجح لك من اول مره. نحكو بالكف، نحكو بالكف حتى وين تحصلوا على هذه الرغوه هاي والسكر يذوب تماما. نضيفوا كيلة زيت ونواصلوا الخلط، نمزجوا الكل مع بعض باليد. مازلنا نخدموا غير باليد، عليه يقولها تقليديه، كاين يقولها طورنو، كاين يقولها حلوة الطابع. مزجوها جيدا مع بعض. ندو مبشور ليمونه كبيره، واذا ما عندكش ليمونه كبيره وعندك صغير ديري زوج ليمونات، مبشور ليمونتين صغار، واذا واحده كبيره كما تاعي انا واحده تكفي باش تحصلي على بنه الليمون واذا ما تحبيش بنه الليمون تقدري ديري فاني. نستعملوا عطر الليمون ملون اصفر باش تعطينا ذاك اللون الاصفر اللي يجي في حلوه الطابع. تقدري تستغني عليه، يكفي الليمون او الفاني. من بعد نضيفوا المكون السري اللي قلت لكم عليه واللي هو النشا. نديروا ثلث الكيلة، يعني الكيلة نقسموها على 3 ونديروا الثلث تاعها. هذا هو السر تاع حلوة الطابع باش تجيك منفخة ومشقة. الا ما درتيش النشا راح تولي تحصلي على كروكي وخلاص. هذا هو الفرق ما بين الكروكي وحلوة الطابع، هو النشا. كروكي ما نديرولوش النشا، اما حلوة الطابع نديروا لها النشا باش تشقق وتجي مرتفعه. نضيفوا الفرينه بالتدريج. الفرينه دائما نقول لكم باللي الكميه تاعها حسب حجم البيض وحسب نوع الفرينه. انا قاست لي 4 كيلات، وكيلة الخامسة درت نصفها برك. نديروا 3 كيلات اولا المره الاولى، ونضيفوا لها 3 خميره الحلوى. شوفوا خميره الحلوى كيف نحسبوها على حساب البيض اللي استعملت فيه. انا جاتني الكيلة تاعي فيها 6 حبات بيض، كل 2 حبات تقابلها واحده خمانه اللي هي 10 غرام. صافي انا طاحت لي 30 غرام، 3 باكيات تاع 10 غرام، 30 غرام. كل 2 حبات بيض باكي وحده.
طبعا نغربلوها. راكم عارفين الخماره دائما تجي فيها كرات، ما تخلوش هذيك الكرات. هذيك الكرات تدير لكم مروريه في الكاطو، كي تخرمي الكاطو هكا كي تاكليه تجيك بنت المروريه. هذيك مروريه تاع الخماره اللي ما يخطفوهاش مليح، اللي ما يغربلوهاش يديروها هكذاك فيها كرات. حنا نخلوش كامل الكرات. نحاولوا الخلط طم دائما دائما دائما. الحلويات عمرك ما تستعملي الكف. السكر حكيناها بكف اليد، بصح طم بالفرينه نطمو بالصبيعات فقط، نطموها. والسر ايضا حلوة الطابع انك تخليها تلصق، ما ديريهاش يابسه ناشفه، لازم تكون تتلصق في اليد وتلصق في القصعه. خليها في القصعه لاصقه نورمال عادي. دوك تشوفي معايا النتيجه النهائيه كيف تكون العجينه. نطمو هادوك دوك نضيفو الباقي نضيفوه بالتدريج. الفرينه لا نقولوا عليها بالتدريج، كل واحد وكيف تديروا فرينه، نوع الفرينه اللي تستعمليه. انا الفرينه تاعي قاست لي 4 كيلات، والكيله الخامسه عملت نصها فقط. انه من بعد كي نبداو نبسطوا في العجينه راح نستعملوا الفرينه على هذيك نخلوها تتلصق. لو كان نطموها ونيبسوها دروك ومن بعد نزيدوا نبداو نطبعوا نزيدوا ثاني فرينه تيبسلنا ما تخرجلناش حلوتنا مليحه. هذه الكيله الرابعه انا ضفتها كامل بالتدريج النصف تاعها، ومن بعد زدت النصف تاعها الاخر. رفيق لعيد الاضحى دائما هو حلوه الطابع. ما كاينش عندك وقت باش ديري بريستيج، ما كاينش اصلا من زمان نديرو حلوه الطابع في العيد في المنطقه تاعنا، وما على باليش نتوما المناطق تاعكم كيفاش يديروا، لكن صدقيني حلوه الطابع تزين لك السنيوه تاعك يوم العيد. ضفت الكيله الخامسه بالتدريج بالملعقه حتى ولحقت النصف تاعها. دي فيها بهذه الطريقه، ضعي هذا يدك وطمي باش تعرفي اسكو خصها ولا ما خصهاش. ان شاء الله يا ربي تكون تجربتي بالصوت معاكم نجحت. نتوما طلبتوني باش نستعمل الصوت، راني نستعمل لكم الصوت والكتابه، وان شاء الله يا ربي تفهموا وتنجحوا في الحلويات او في اي وصفات اخرى. تكون هكذا تلصق، تخافيش منها، خليها هكذا تلصق معليش. خليت الفيديو هكذا طويل باش تشوفوا الطريقه كيف ديروه وما تخافوش منها. تعمدت نخليكم الطريقه، كنت قادره نسرع الفيديو لكن خليتكم الطريقه باش تشوفي وتتعلمي. تولي تنفصل خلاص. عجينه تكون طريه هكا، نبسطوها بالفرينه على قلت لك خليها تلتصق. نبسطوها بالفرينه ما ترقيهاش بزاف، خلي السمك تاعها 1 سنتيم ولا 1.5، من احسن 1 سنتيم ولا 1.5. اذا تحبيها منتفخه 1.5. والتقطيع استعملي الطابع اللي موجود عندك. انا موجود عندي، كان موجود عندي القلب والورده والشكل الدائري. انت اللي موجود عندك استعمليه في التقطيع، تخليش يحبسك، تخليش طابع يحبسك.
يا ربي بوشون تستعمليه وتجيك شابه. اذا كانت مقادير الخطوات اعتمدتيها صحيحه. انا استعملت طابع قلب. اللي تحب الحجم الصغير كان حجم صغير هذا بالطبع. طبعا القلب كان حجم تاعو صغير، اما الوردة والدائرة لا كانت حجمها كبير. انا نحب الحجم الكبير. تقطعيها كامل، ولي الشيت اللي يبقاو طميهم بهذه الطريقه، ما تدلكيهمش، طميهم هاك، خلي الجهه الملساء من الفوق، طميهم هاك ما تدلكيش، اي طمي برك، يعني تجمعيهم وحليهم بالحلال. ايضا السمك 1 سنتيم ولا 1.5، حتى وين تكملي كامل لي شيت بترجعي تجبدي عجين واحد اخر جديد. ما ديريش العجين مره واحده، بالعقل وبسطي، بالعقل وبسطي، وحتى تكملي كامل العجين في يدك بعد تروحي ديري عجين واحد اخر. ان شاء الله يا ربي تكوني فهمتيني وكلامي وصلك. باش نطلوها من الفوق ندو الصفار بيضة تقابلها 2 ملاعق كبار حليب. انا نفضل الحليب لانه الحليب يوري لك باللي الحلوى طابت، اذا حمار من الفوق بلي طابت فعلا، اما القهوه تحرقولك من الفوق. تستعمل الحليب بيدي لك بدنه تاع البيض، ومن جهه واحده اخرى باش يعطي احمرار شباب، احمرار دافئ. خلطوها مليح، نطلو به وجه الحلوى. نطلو وجه الحلوى كامل. نطلو كامل الحلوى بالصفر البيض تاعنا، وفي الوسط راح نزينوها بالفيرميسيال ملونه. وانتي لما عندكش تقدري تعملي السكر العادي فقط، السكر العادي وتجي شابه. انا عملت بالفيرميسيال. ومن بعد نديروها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة. فرن تاعي كهربائي، درت على فرن كهربائي 180 درجة، وخليتها تطيب من تحت ومن فوق. ما تغطيش على حيوتك، شوفي يا حمار مزيان. عملت ايضا بطابع الوردة كما تشوفوا، وعملت بالطابع الدائري كما هكذا ثاني، كامل يخرجوا شابين. وفي النهاية نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش ديروا لي اشتراك وجيم باش نستمروا في العطاء، واللي جربتها تحطنا في التعليقات، وحتى اللي ما جربتهاش تقولنا واش حابه نعمل لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.